يقال عنها صح أو خطأ؟ أفكار، فكرة. هذه فكرة. أنا جاوب بكل بساطة، لا تحاولوا تفكروا أن المعتقد هو الهوية الثانية في اليقينيات. هين أنت تعجب. هذه الولادة صحتك لما أنت ولدت. أتناولكم أنا كيف أخاطب الشخص المدمن، كيف أنا أحترم الشخص المدمن، كيف أنا قادر الشخص المدمن مقابلي كان زميلي أو صديقي أو حتى طلب استشارة، أنا كيف أكلمه بأنا آلية بحيث إنه يحترمني. الأساسة هي منطقة الدماغ وبعدين تتوزع. الإدمان هو اضطراب في الدماغ يتسم بارتباط قهري. اضطراب في الدماغ يتسم بارتباط قهري بمحفزات نظام المكافأة. هذا هن مقياس الراحة اللي موجود على 24 ساعة. من أصل 24 ساعة نحن الحقيقة نقضيها مع أهلتنا هو ساعتين وأحيانا أقل. هذا الدماغ، وبالأصل الدماغ هاي اللي يقول القشرة. ذكرنا لكم الجلسة الماضية إنه أنا بدي ارتباط بين عصبونين، احتمال بين 4 عصبونات، احتمال ارتباط شبكة طويلة عريضة حتى تأتي فكرة واحدة. جريات حياتك عم تنحط بالأماكن الصحيحة حتى يصير عندك استقرار، يعني هي عملية طويلة عريضة. الأشخاص الموجودين مقابلي صارت إصابات فقدان الأطراف، وبالتالي الأطراف العلوية غير موجودة. أنت لا تؤجر من الله بدك أجر إلا في اليقينيات. أنا هيك خلصت إن شاء الله.